من ألذ وأطعم وأسهل الكيكات اللي ممكن تجربوها في حر الصيف، لأنها ما بتحتاجش فرن ولا بيض ولا أي افتكاسات خالص، في دقايق بالظبط هتحضريها. هنعمل كيك الموكا البارد، حاجة كده منعشة جدا في حر الصيف، سهلة وبسيطة وبتدوب في البق ذوبان، وبإذن الله المكونات تكون متوفرة عندك. أنا اسمي مروة، ما تنسيش تشتركي في القناة. تعالوا بينا نحضر 300 جرام من أي نوع بسكوت سادة، اطحنيه بقى بالطريقة اللي تناسبك، يا إما في كبة أو في كيس وتدقيه زي ما أنت عايزة. أهم حاجة يكون باودر بالشكل ده. هحتاج كمان 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، يفضل طبعا يكون نوع نظيف. واحتاج كمان 150 جرام من الزبده المذابه. لو متوفر عندك قشطه ضيفي معلقتين، مش متوفر تقدري تستغني عنها. هبتدي بقى ان انا اخلط المكونات كلها مع بعض، ويفضل طبعا بايدي، يعني انا عايزه اعجنها كويس جدا، عايزه البسكوت كده يتوغل بكل المكونات اللي احنا ضفناها فيه زي ما انتم شايفين كده. تقدروا بقى تقدموها باي شكل، ممكن في قوالب التارت او قوالب التشيز كيك دي اللي هي الصغيره المستطيله او المثلثه المتوفره عندك. بتعملي طبقه زي كده للتشيز كيك بالظبط تقريبا 2 سم، وممكن تعمليها في صينيه زي كده. تمام، ما بتدخلش فرن ولا تلاجة خالص، هتسيبوها على جنب. 2 باكت بقى من كريم كراميل، وكمان 6 معالق كبار من الكاكاو الخام، يعني في حدود كده او في تقريب نص كوبايه. تمام. الوصفه دي سهله وبسيطه جدا يا جماعه، وبتتعمل بجد يعني في لمح البصر. نص كوبايه كمان من السكر، معلقتين كبار من النشا، تقدر تضيفي كمان معلقتين من الحليب البودر، كيس كمان من النسكافيه 2 في 1 بطعم البندق، ده بقى ما اقولكوش بيعلي التست جدا. 4 معالق كبار من الحليب البارد. هبتدي اقلب كله على البارد بالشكل ده، عايزه الخليط كله يتجانس كده مع بعضه، ما يبقاش فيه اي تكتلات خالص. وبعد كده هرفعه على النار لحد ما ياخد القوام التقيل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. ده بيكون شكل القوام بالظبط. وهو سخن كده هبتدي اضيفه بقى، يا اما على القالب اللي احنا عاملينه او في الصينيه دي. تمام. تقدري بقى تزيني برشه من الفستق او تسيبيه كده، او تزيني باي حاجه انت بتفضليها. سبته ساعتين في التلاجة وفتحت عليه، ده بيكون شكله يجنن. مهما وصفت لكم قد ايه بسيط وسهل وطعمه فعلا حكايه. سكره مظبوط جدا للناس اللي بتحبش الحاجه سكرها اوفر. الناس اللي بتحب القهوه بجد الكيك ده ليكوا جدا، لان نكهه القهوه فيه عاليه قوي. لازم تجربوه وتقولوا لي بجد رايكم. هنبدا ان احنا نقطعه واوريكم قد ايه من جوه طعمه حلو وكريمي جدا. من الحاجات السهله والبسيطه اللي ممكن تعمليها بكل سهوله في الصيف. تحليه مفيش اسهل من كده. الطعم بقى ما اقولكوش، لازم تجربوا بنفسكم وتقولوا لي في الكومنتات، ان شاء الله يعجبكم جدا. لو الفيديو عجبك والوصفه عجبتك ما تنسيش لايك وشير، مستنيه ان شاء الله رايكم في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.